السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتنا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم مستر سليم. كالعادة والعوايد، على بالي بلي طولت عليكم شوية، مي الله غالب كانت عندي ظروف وراني عاود وليت إن شاء الله. وكم تعرفوا كي نولي نجيب جديد معايا ونجيب أخبار جديدة معايا واللي نبارطاجيها معكم. بدايتها خوتنا باش نبداو ببعثة المنتخب الوطني الجزائري الذي انتقل إلى غامبيا للمشاركة في تصفيات إفريقيا، يعني 2025. يعني المباراة هذه راح تجرى في غامبيا أمام المنتخب الغامبي. بعثة المنتخب الوطني الجزائري وصلت إلى غامبيا ولقت ترحيب جيد من طرف السلطات اللي فما، وخاصة المنتخب الغامبي بقيادة مجيد بوغرا الذي فرح كثيرا بهذا الاستقبال هذا، ولقى روحه ألايز كما نقولوا لحد ما. على كل حال، المنتخب الوطني سيقابل منتخب غامبيا، مباراة يعني راح تقول مباراة معيارية بالنسبة للمنتخب، ومباراة مصيرية يعني اللي راح تحسم تأهله إلى كأس إفريقيا للمحليين شان 2025. كما نقولوا هذه المباراة هذه نحن نقولوا على الورق بالنسبة للمنتخب الوطني راح يفوز بها على الورق، ولكن احنا ما راح نلعبوا امام منتخب غامبي ولا امام لاعبين غامبيين، راح نلعبوا امام الظروف في بلد غامبيا. راح نلعبوا امام الظروف اللي راح تقابلنا في هذه المقابله هذه. راح تكون ظروف جد صعبه صراحه، يعني نعرفوا افريقيا ونعرفوا يعني كما يقولوا الصعوبات اللي كاين في افريقيا، ولكن عندنا لاعبين اللي لعبوا كاس افريقيا مع الانديه تاعهم. يعني الكاس، كل واحد واش يلعب كونفيدا، واحد يلعب كاس كونفدراليه، واحد يلعب كاس افريقيا، تما عندهم خبره في الميادين الافريقيه ومتمرسين، يعني عندهم على غرار تابتي وعلى غرار ديب، وكذلك العديد من اللاعبين اللي عندهم خبره في افريقيا. نتمنى ان نشوف المنتخب الوطني الجزائري المحلي يعني بشكل رائع جدا، باسكو معظم اللاعبين اللي يلعبون هنا في البطوله الوطنيه واحسن اللاعبين راهم في المنتخب المحلي. لما لا، ان شاء الله نشوفوا يعني نشوفوا مقابله جيده بالنسبه للمنتخب الوطني. ولما لا، راح تكون كما كي كان جمال بالماضي، راح نديو لاعبين من المنتخب المحلي ولا برزوا يعني في المنتخب المحلي. وكذلك هناك لاعبين اللي مع الوقت شفناهم مع المنتخب الوطني. لما لا كاين لاعبين يستاهلوا انهم يكونوا في المنتخب الاول، ولكن هذه هي كرة قدم يعني. فيها دخل شويه فيها الزهر، راك فاهم. كاين لاعب يكون في المستوى تاعو ما يكونش في المنتخب الوطني، وكاين اللي لاعب اللي العكس يعني. تجيله صدفه يعني بوست يكون فارغ ولا الله غالب ما كاش شكون ديرو فما ابري من بعد يتطور المستوى تاعو. تما كل واحد وكيفاش. على كل حال، بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله يديروا مقابله جيده ويتاهلوا الى كاس افريقيا الشان 2025. على كل حال، نروحوا كيف نتكلموا على عمورة وما حدث له في تدريبات فريقه. عمورة وما حدث لتدريبات فريقه، يعني عمورة مش معروف بهذه الامور هذه. عمورة مش ذاك الجور اللي متقلق ولا عصبي ويدير مشاكل وكذا، ولكن تحدث مثل هذه الامور، باسكو شفنا بزاف ناس داروا عليه وقال لك علاش ودار هذه العفسه هذه وعلاش يضارب. سي نورمال خويا، يبقى انسان موش روبوت. صرا ما بيناتهم عفسه هكذا في التدريبات تقلق منا بصح. ولكن كي جا جزائري يعني بان الاخر تاعو. كي جا جزائري يعني كاع الناس سمعت به. وفي المانيا على بالنا باللي يسامحوا في كلش خويا، مي في امور كيما هذه عندهم ديسيبلين يعني. وعرب بزاف تما كي توصل الامور كيما هذه ماش حان يتسامحوا. راح يسلطوا اقصى العقوبات على اللاعبين كيما عمورة والزميل ديالو. آه، مي ماشي حان زعما يديروا معاه عفسه كبيره ولا مي. نقول لك باسكو عمورة راهو لاعب يعني راه في الذروه ديالو، لاعب اللي يحتاجوا الفريق. ومشكيش رايحين يديروا معاه عفسه يعني دي بلو كراف ولا مي. رايحين يعاقبوه ويسلطوا عليه اقصى العقوبه اللي راح تخليه يعني مش حيزيد يعاود فعله كيما هذيك هو كيما الزميل ديالو. وهاد الامور يصراو في اي الفرق، في كاع الفرق يصراو، وسورتو في الفرق كره قدم. يعني يصراو مثل هاد الامور، ويصراو امور في الكواليس تما عادي جدا كي يضربوا ولا يصرا امور هكذا. على كل حال، الامر الثالث راح نحكيو عليه واللي هو ايت نوري. ايت نوري اخواني الاعزاء، ايت نوري في التدريبات معظم لاعبين الفريق تاعو راهم يقولوا باللي ما نقدرش نتقربوا منه في التدريبات. سيد يجي ماشي يدرب، سيد يجي يتمتع. سيد هنا في راسو كرة قدم، ماهيش شهرة، ماهيش مال، ماهيش أمور. يعني سيد
جاي يتمتع، جاي يمد يدريبلي، يدير لي بتي بون، جاي يشوفي راك فاهم بالعاميه تاعنا. تما هذا اللعاب هذا معظم الفريق قال لك نخافوا نتقربوا منه في التدريبات، يعني راح يبهدلك، راح يرمي لك بتي بون، راح يدريبلك دريبل يعني اللي يطيحك، يعني راح يدير لك يعني امور اللي على كل حال بأيت نوري واحد من احسن اللاعبين، واحد من احسن الاظهره اللي عرفتهم البطوله الانجليزيه هذا العام هذا، ولا حتى العوام اللي فاتوا، واللي عرفهم المنتخب الوطني الجزائري. صراحه دازوا دي زاريير غوش كيما غلام، كيما بالحاج، كيما مصباح، كيما، ولكن آية نوري فريد من نوعه خوتنا العزاز، واحد من احسن اللاعبين. ولكن يا حبذا ان يكون في نفس يعني النيفو اللي راهو به، يعني يكون مع المنتخب الوطني ويمد لنا اضافه، ولما لا راهو جاي كاس العالم، راه جاي كاس افريقيا، وان شاء الله نخرجوا من الازمات اللي فتنا عليها. آية نوري مراوغ جيد وتقني، يعني في منتهى، يعني يقدر يلعب لك اريال غوش، يقدر يلعب لاتيرال غوش، يقدر يلعب لك في الوسط، يقدر يلعب لك ميم اتاكون، باسكو يتميز بامكانيات هائله في الامام، خاصه في عنده هذيك تاع لي زاسيست، عنده يماركي، عنده تما لعاب اللي تحتاجه في الخلف وفي الامام. تما لعاب ذو قيمه ثابته في ناديه ولا حتى في المنتخب الوطني الجزائري، ونتمنى له كل خير، ونتمنى له انه يتالق باش يزيد في المستوى تاعو خوتنا العزاز. فوالا خوتنا، وصلنا جوست لافيت تاع الفيديو تاع اليوم، خفيف ظريف، عاودنا ولينا بعد مده، يعني عندنا سمعنا وقيلا مبارطاجينا جو بونس. الله غالب كاين عندنا امور، ولكن راح نعاودوا نوليو كما يقولوا كي يكون عندنا هكذا اخبار، وتكون يعني القناه تاعنا ماشيه، هذاك هو صح خوتنا. وتكونوا نتوما يعني تتفاعلوا معنا وتابونيو، خاصه في لاشين يوتيوب، وتخليونا لي كومونتير ديالكم. كاين دي كومونتير سلبيين، وكاين دي كومونتير ايجابيين اللي راح يوريونا بالك نغلطوا، حنا نبقاو ناس، يعني ندير لك الفيديو كما نلونسي لك خبر راني غلط، اوب يجي واحد يكتب لي في لي كومونتير نتعلم من عنده، صاري نبقى انسان. ماشي يعني اني نتبع اخبار كره قدم ونبرونشي 100%، يعني ما نغلطش، صاري زعما كابابل نغلط ونوصل، انا كما يقولوا حاجه هكذا نغلط فيها. على كل حال خوتنا الاعزاء، وصلنا جوج لافات على الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخليوا لايك على الفيديو، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم، والسلام عليكم.